ونشرح للناس كلها ازاي تقدر تبدأ مشروع ارانب وتاخده كله من مكان واحد بمبلغ 3000 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يا اخواتي الكرام، دي البطاريه اللي بنتكلم عنها اللي هي بتشيل 1 2 3 4 5 امهات وذكر، وديت عيون انتاجهم اللي هيطلع منهم ان شاء الله في اول فتره. امهات وذكر. تعالوا مع بعض نبص كده ايه هم 5 امهات وذكر. دي كده عينه صغيره للامهات اللي احنا بنسلمها في مكتبنا. الام الحمد لله السميع العليم حجمها مثالي، حجمها كبير، بالتالي الام برضه مفيش ولا حلبه من صدرها شغاله. يعني الام اثبتنا عملي ونظري قدام الناس كلها ان هي ام اول عشار في الحجم المثالي ده. دوت بيديني انطباع ان الام دي الرحم بتاعها كبير، يستوعب اطفال كتير، وان الاطفال جوه الرحم هتاخد راحتها تماما. فبالتالي الطفل عمر يوم بيطلع وزنه اكبر من بعض السلالات. بالتالي الارنب الصغير بياكل كميه اكل قليله ويبدا يكبر من اسرع وقت مثالي، وهو ده سبب نجاح المشروع الارانب. ناخد بقى معانا الاستاذه دي ونكمل شرح المشروع. طبعا الحمد لله بعد ما استلمت البطاريه واستلمت 5 ام مع الذكر، هتستلم معاهم مع المشروع 3000 جنيه 50 كيلو علف. احنا بنشتغل في اجود نوع علف، لان الارنب بالذات نجاح المشروع وفشله بيتوقف على الايه؟ بيطلع مع المشروع 50 كيلو علف بيكفوا اي واحد يشتغل لمده اول 25 يوم من بدايه المشروع. يبقى انت كده دفعت 3000 جنيه وفي نفس الوقت ضمنت ان انت مش هتدفع اي شيء تاني خلال 30 يوم او شهر من استلام مشروع. ده المشروع الاصغر شويه، وهو البطاريه ال7 عيون اللي بتشيل 3 ام وذكر، وتبدا بديت بمشروع كامل. البطاريه بالامهات بشوال العلف بمجموعه الادويه والتحصينات والمستلزمات اللي هتحتاجها الفتره الاولى من الشغل. المشروع كامل هيعمل 2000 جنيه. في برضو مشروع اصغر للمبتدئين خالص، الناس اللي عايزه تاكل بس لقمه جيده واكل نضيف جوه بيتها، ممكن يبداوا بالمشروع ده. البطاريه الرأسيه اللي هي 4 عيون. البطاريه الرأسيه ال4 عيون ديت بتاخد امين وذكر، والعين الاخيره اللي فوق ديت الخاصه بالانتاج بتاعهم. برضه اللحم بتاعنا هنبدا مرحله بقى الاهم، دي المساعده الاساسيه اللي احنا بنقدمها للمشروع بتاعنا، وهي مرحله التسويق الانتاج كامل. انا عايزك تبقى انت كيانك مستقل جوه البيت، وكل ما خلاف ذلك المحل ده هتطلع ان شاء الله. عايز تشتري هتشتري من المحل ده، عايز تبيع هتبيع برضه من المحل ده. يبقى تسويقك في اي حته في مصر النهارده، لو انت عندك صعوبه في التسويق اي محل بيحتاج ان هو يشتري، ولكن لما تلاقي مشكله في التسويق هتبقى محل ان هو مسؤول ان هو ياخد اي كميه ارانب من اي عميل يشتري من عنده. وكده يبقى احنا قدمنا المشروع كامل بخدماته ما قبل البيع وما بعد البيع. وان شاء الله نشوفكم في المره الجايه وفي عرض جديد باذن الله.